بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. النهاردة يا حبايبي هعمل محشي كرنب. محشي كرنب طبعا انا اوريكم الخلطة بتتعمل ازاي. اهي جهزتها اهي، شايفين شكلها جميل ازاي؟ وده الكرنب اللي انا كنت مفرزاه. تمام، خليكم معايا بقى، هبدأ احشي وارجع لكم. كل سنة وانتم طيبين، وصلوا على رسول الله، وادعوا لأهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم يا رب ويفك كربهم بحق الأيام المفترجة. بصوا يا حبايبي، صلوا على رسول الله. خلاص اهو حشينا المحشي، حشيت الحلة اهي تمام على السوا. صلوا على رسول الله. رقاق الطري هعمله لكم بطريقة بسيطة خالص، اي حد يعرف يعملها. هستعمل ادي الرقاق اهو الطري اهو اهو، بسم الله ما شاء الله، صلوا على رسول الله. هستعمل له بصل، اللحمة المفرومة، السمنة البلدي، وهستعمل الشوربة. خليكم معايا وهوريكم هنعمل ايه. ادعوا لأهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم ويفك كربهم. صلوا على رسول الله. صينيتين الرقاق اهم اتعملوا وقطعتهم تمام، وبسخن الفرن وهدخلهم. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. اعمل معاكم كفتة الحاتي. بصوا بقى، صلوا على الرسول. الكفتة انا بعملها في الحلة، ما بحطهاش في الفرن خالص، بتطلع جوسي وطرية وبتبقى في منتهى الجمال. انا طبعا هعمل الكمية دي كلها، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، عشان ولادي جايين النهاردة. تمام، هبدأ اصبعها واحطها في الحلة وارجع لكم. صلوا على الرسول. صلوا على رسول الله. الكفتة اهي صبعتها تمام. بحرق لها حتة فحمة دلوقتي، وهبدأ ارفعها على النار. بحط لها كوباية مية مغلية بس، وبتستوي وهوريها لكم بعد السوا. صلوا على رسول الله. بصوا يا حبايبي، الكفتة اهي استوت خلاص على الغرف، هتتغرف بقى وكده خلاص خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. وده كان الشكل النهائي للاكل بتاعنا النهارده، محشي الكرنب، كفته، صينيه بطاطس بيضه، الرقاق باللحمه. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.